ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم طبعا عن مطوشة النهاردة لحد برشلونة مع جيرونا طبعا، ويعني هانز فليك وبرشلونة اللي يعني مستمرة في ان هي يعني بتقسو على جميع المنافسين بصراحة، وأداء مميز جدا. حاجة يعني بصراحة ممتعة جدا برشلونة. وطبعا أرسنال اللي قدر ان هو يفوز على توتنهام على الرغم من كل الحاجات الصعبة اللي بيمر بيها الفترة دي فريق ارسنال، ولكن ارتيتا قدر ان هو يطلع بالثلاث نقط من الماتش ده، ودي كانت حاجة مهمة جدا. فتعالوا بقى نخش على التفاصيل ونتكلم عن كل الاحداث ونتكلم عن اكتر من ماتش كمان. فيلا بينا نخش على الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش على الحلقة على طول. تعالوا نبدأ بصراحة بماتش برشلونة وجيرونا. وخليني أقول في البداية هانز فليك ممتاز، لامين يامال عالمي، وداني أولمو كان بصراحة يستحق كل اللي اتعمل علشان يروح برشلونة. خلينا نبدأ بهانز فليك اللي بيكمل على نفس الوتيرة بتاعته، الضغط العالي جدا والكرة مش معاه، ونقل الكرة بطريقة سريعة جدا جدا جدا، والكرة في حوزة برشلونة. الشغل البدني باين جدا. لعيبة برشلونة اللي كانت السنة اللي فاتت يعني بتيجي في الدقيقة 60 تبقى خلاص مش قادرة تتنفس أصلا ومش قادرة تتحرك في الملعب، لا مع فليك بصراحة الوضع مختلف تماما. واللعيبة يعني لآخر دقيقة والآخر وقت بتلعب وبتضغط وبتنقل الكرة بشكل سريع جدا وحلو جدا. فحاجة بصراحة يعني متطورة جدا في برشلونة، أداء مميز من كل اللاعبين. ويعني خلينا نشكر فليك على المتعة اللي بيقدمها لنا. تعامل كمان فليك مع الماتش بشكل جيد جدا جدا جدا. تبديل اولمو اللي كنت شايفه صح جدا، كان انت كسبان 3. لعيبة جيرونا بتلعب بشكل عنيف جدا، ويعني يمكن كان متعمد شوية كمان في بعض الأوقات. هم مش عارفين ياخدوا الكرة من لعيبة برشلونة، مش عارفين يعملوا حاجة، فابتدوا ان هم يضربوا، ان هم يلعبوا لعب يعني زي ما بقول لك عنيف شوية. فكان ممكن اولمو بقى الاصابه زي يمكن اول ما حس ان يعني في خطوره على اولمو كده راح سحبه على طول ومطلعه. ده كان حاجه يعني ممتازه جدا بصراحه، ولانه عارف كمان ان عنده ماتشات بقى لسه تشامبيونز ليج وعنده ماتشات مهمه الفتره اللي جايه، فمحتاج طبعا لاعب مهم جدا جدا زي اولمو. وسحب كمان ليفا وكوبارسي وبدري، كل اللعيبه المهمه دي سحبها، لان طبعا عندك ماتش تشامبيونز ليج مع موناكو وعندك لسه ماتش جايه، فانت محتاج اللعيبه المهمه جدا دي، ومحتاج ان انت تفضل نفس الوتيره ونفس الريتم. فتدوير اللعيبه ده بصراحه كمان مهم جدا لبرشلونه ومهم جدا لفليك عشان يقدر يكمل باقي الموسم على نفس المستوى. لو جينا بقى للامين يامال، فزي ما بنتكلم على هالاند وبنقول عليه تنين بقى والاهداف اللي بيجيبها والكلام ده كله، وزي ما بنتكلم على مبابي وبنقول انه جاي مدريد عشان يحقق كل حاجة معاهم، وان الراجل يعني اكيد هيودي مدريد في حتة تانية والكلام ده كله. لا لازم بقى يعني يخلي بالهم، لان دلوقتي في منافس شرس جدا في الصورة اسمه لامين يامال. شوف الاجوان اللي الولد جابها النهارده، ضغط عالي جاي من ناحيه اليمين ضاغط. شفنا طبعا الجون الاولاني ضغط قدر ان هو ياخد الكوره وحطها بشكل جميل جدا في الجون. الجون التاني نفس الكلام برضو، كوره حطها بشكل ممتع جدا. آه المهاره بقى والدريبلينج بتاعه عالي جدا جدا جدا. مفيد بصراحه للفرقه بشكل غير عادي، ومهم للفرقه بشكل غير عادي، والفرقه معتمده عليه اعتماد كبير جدا. هانز فليك نفسه يعني معتمد عليه اعتماد كبير جدا. المستوى اللي بيقدمه حاجة عظمة بصراحة ومتعة. زي ما قلت لك قبل كده في حلقات كتير، قلت لك انت تحب تتفرج عليه، تقعد كده تتفرج تتمزج وانت بتتفرج على يمين يامال. بصراحة لاعب من اللعيبة اللي الواحد فرحان بيها، على الرغم بقى من السن طبعا الصغير جدا لسه 17 سنة. فيعني توليفة جميلة، توليفة ممتعة، تحب ان انت تقعد تتفرج عليها كل شوية مش هتزهق. لامين يامال لما الكرة بتكون في رجله انت بتبقى يعني مستمتع لدرجة غير عادية. اللي كمان عايز اديله حقه بصراحة اللاعب مارك كاسادو، الراجل اللي محسسناش بغياب بقى برنال، اللي كنا يعني قلنا ان الراجل هو اللي جاي وهو اللي هيقدم المستوى، لكن اصابة طبعا الرباط الصليبي الراجل مش موجود.
فجا كاسادو، ودي حاجه بقى يعني من مميزات بقى هانز فليك، انه دايما بيبقى مجهز ودايما عامل ترتيباته وحساباته، والراجل على طول بيدينا تاني ناشئ تاني صغير موجود في الفرقه ولسه قدامه اللي يقدر يقدمه للفرقه طبعا بشكل كبير يعني. فلا كاسادو لازم برضو ندي للاعب حقه بصراحه، بيقدم اداء محترم جدا وبيقول انا موجود وانا اعتمد عليا يا هانز فليك، وجمهور برشلونة لازم يديني الثقة لان انا ان شاء الله هكون قد الثقة دي. فمبروك طبعا لبرشلونة الفوز بالنتيجة الكبيرة دي 4-1. ويمكن برضو لو جينا بقى نتكلم عن النتائج، فيعني النتائج 4-1 و7-0 والدنيا جميلة، وهي دي برشلونة الممتعة، هي دي برشلونة المستناة، وهو ده هانز فليك اللي يعني زي ما قلنا بقى ان لما بيقدر ان هو يدوس على فرقة بيدوس بالجامد قوي، ما بيقدمش اي اعذار وما بيهداش. يمكن كمان النهارده اللي هداه وخلاهم 4 بس هو انه عارف ان عنده ماتش مهم جدا في الشامبيونز ليج، فخرج زي ما قلنا اولمو وكوبارسي وبدري والدنيا كلها وليفا وكل الناس دي، خرجها عشان يريح الدنيا. فيعني لو ما كانش خرج اللعيبه دي كنا ممكن نشوف برشلونه بيكسب 6 و7 برضه زي الماتش اللي فات. فيعني مبروك طبعا لبرشلونه. وتعالى بقى نخش على ماتش طبعا ارسنال وتوتنهام، واللي على الرغم من الغيابات القوية جدا وعلى الرغم من كمان اكيد تأثر اللعيبة بالغيابات دي، الا ان ارسنال قدر انه يكسب توتنهام وعلى ملعبهم كمان. يعني حاجة بصراحة ممتازة جدا. ارتيتا لازم نرفع له القبعة، الراجل عارف ازاي ياخد ال3 نقط من ملعب توتنهام، فدي حاجة بصراحة قوية جدا. طبعا يعني ارتيتا طبعا قدر ان هو يدخل بتشكيل على الرغم من ضعفها في نص الملعب، جورجينو مع توماس بارتي الاتنين تقال قوي وخروجهم بالكرة بطيء جدا، الا انه كان متماسك جدا دفاعيا، سواء بقى صليبة او جابريال الاتنين عملوا ماتش كبير. يمكن كمان توج بالهدف اللي جابه جابريال ده، يعني حاجة كده جميلة وحاجة ممتعة، وكان جون جميل بصراحة، وقدر ان هو يعني يحط ارسنال في مكان كويس جدا. والاتنين بصراحة مدافعين ممتازين، ولكن صليبة يعني خليني اروح لصليبة شوية، لانه بيأكد انه واحد من افضل 2 او 3 مدافعين على مستوى العالم الفترة الحالية، مش بس في ارسنال او في الدوري الانجليزي، لا على مستوى العالم بصراحة. بيأكد ان هو واحد من القلائل قوي اللي نقدر نقول ان هم دول احسن مدافع في العالم دلوقتي. ولكن خليني اقول لك ان في بقى حصان اسود، هو تمبر الراجل اللي يمكن اتكلمنا عنه من اول ماتش شارك فيه كبديل لزينشينكو، وقلنا ان الراجل ده يعني جاي، وان الراجل ده يمكن ارتيتا نفسه اصلا كلم نفسه كده بيقول انا رحت جبت كالافيوري وانا عندي هنا جوهرة خسرتها الموسم اللي فات بسبب الاصابة. الراجل بيقدم واحدة من افضل الماتشات على المستوى الدفاعي بصراحة، وكان فارق جدا، متصدي لكل العرضيات اللي اتلعبت، واقف كده على الخط مضيق المساحات وعامل شغل عالي جدا جدا جدا. تمبر قلنا عليه واتكلمنا عليه بصراحة من اول ماتش، وقلنا ان هو هيبقى فارق قوي الموسم ده. ارتيتا كمان اللي قدر ان هو يلعب بشكل ذكي جدا، ساب الاستحواذ للخصم وساب الاستحواذ كله لتوتنهام، وده لانه عارف انه اصلا مش هيقدر ان هو يستحوذ في ظل غياب اوديجارد طبعا، اللي يعني مؤثر جامد جدا وباين قد ايه تأثيره، وغيابه عن الفرقة باين قد ايه ان هو مؤثر عليهم. طبعا مع يعني الاداء كمان السيء خليني اقول كده من ساكا النهارده، ما كانش يعني في المستوى المطلوب منه او في المستوى اللي بيقدمه في الفترات اللي فاتت، مع طبعا الاداء بقى المنايل ب60,000 نيلة بتاع مارتينيلي اللي بصراحة يعني سيء جدا 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 يا جماعة. يعني مارتينيلي لا صعب، اتكلمنا عنه في كل الحلقات اللي فاتت وقلنا انه يمكن من اسوأ اللعيبة اللي موجودة في ارسنال، واللي بتقدم اداء سيء جدا، وانت مضطر ان انت تعتمد عليه لانك ما عندكش الجناح. يمكن تروسرد بقى لازم ياخد فرصته، طبعا النهارده تروسرد لعب كمهاجم في ظل الغيابات دي كلها، فالراجل بيلعب مهاجم، والراجل بصراحه عمل اللي عليه وزياده، قدم كل اللي يقدر عليه، ويمكن مشكور جدا، ويمكن شفنا الراجل عمل اداء مميز جدا تروسرد. فانا شايف ان تروسرد لازم ياخد مكانه ناحيه الشمال، مع عوده بقى كمان خيسوس، لازم ان هو يلعب هو ناحيه الشمال وخصوصه اللي يلعب قدام، او هافرتس اللي يلعب قدام مع رجوع اوديجارد والكلام ده كله. ممكن نشوف ستيرلينج بياخد فرصته، الراجل برضو جاي، وممكن نشوفه يمكن النهارده خد له 10 دقايق كده وكان اداؤه كويس يعني الى حد ما يعني. ولكن خليني اقول لك ان مارتينيلي بعيد بعيد بعيد، وبصراحه شايف ان هو يعني لا مش قادر ان هو يتجانس مع الفرقه، ومش قادر ان هو
يخش في الفكر بتاع ارتيتا، ومش قادر ان هو يعني يقدم اللي كان بيقدمه في اول الموسم اللي فات. كان عامل اداء مميز جدا، ولكن جينا طبعا في نص الموسم اللي فات ابتدى مارتينيلي، لا مش هو ده مارتينيلي اللي احنا شفناه في اول الموسم اللي فات، ومش هو ده مارتينيلي اللي احنا عايزينه ويكون مفيد جدا لفرقة ارسنال. فبصراحة هو معطل فرقة ارسنال كتير وغلطاته كتير، وبيضيع كور غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيقع كده يعني بيقع بالكورة كده، تحس ان هو بيقع بالكورة وبيجري بيها، فيعني حاجة لا مستفز جدا مارتينيلي بصراحة، وبعيد بعيد بعيد عن ارسنال. فنقدر نقول بصراحة ان ارسنال النهاردة قدر ان هو ياخد الثلاث نقاط يعني المهمين جدا في الصراع على المنافسة على طبعا الدوري الانجليزي، في ظل الغريم اللي موجود السيتي اللي مش بيرحم حد، مع هالاند التنين المجنح بقى، هالاند اللي بياكل صحابه وبياكل يعني الراجل كان زعلان ومتضايق على صاحبه اللي توفى ده، جاب له جونين بس. فيعني مش عارف في ايه، الدنيا صعبة قوي مع هالاند ده بصراحة يا جماعة. طبعا دي كده كانت ماتش ارسنال وتوتنهام، ودي كانت اهم النقط فيه. تعال اقول لك بقى على نتائج الفرق التانية. طبعا عندك الاهلي النهارده قدر ان هو يكسب جورماهيا 3-0، وقدر ان هو يعني طبعا يحط رجله كده في خلاص افريقيا على طول، وطبعا ده الطبيعي يعني بتاع الاهلي، مش عايزين طبعا ايه يعني ندي الموضوع اكبر من حجمه. عندك كمان انتر ميلان النهارده اللي ما قدرش ان هو يستغل فرصة تعادل يوفنتوس امبارح، ويمكن قلنا في الحلقة بتاعت السبت ماتشات السبت وكنا بنتكلمنا في الموضوع ده، قلنا ان انتر تبقى هينزل يلعب وياخد التلاتة بونت عشان يبقى رايح ماتش السيتي كده هو مرتاح البال وهو اول الدوري، ولكن بيضيع الفرصة. يمكن انزاجي النهارده خليني اقول لك خاف كده شويه، خاف قال لك العب، عمل تبديلات طبعا ما بدأش ولا بباريلا ولا بهكان، شال كل الناس المهمه دي لماتش السيتي. فده اثر، انا كنت شايف ان انت تعمل زي ما عمل فليك كده، ان انت تبدأ بالتشكيله بتاعتك عادي وتبقى كسبان 1-0 ولا 2-0، تبتدي تسحب اللعيبه بتاعتك مثلا بدري بدري في الدقيقه 60، في الدقيقه مثلا 65 تبدأ دي مثلا تسحب باريلا، تسحب هكان، تسحب اللعيبه المهمه دي. ولكن انت بدأت بالعكس، بدأت باللعيبه الاحتياطي، فبالتالي ما قدرتش ان انت حتى تخطف جون، فأزمت الدنيا معاك، فقدرت ان انت تطلع بالتعادل بالعافيه، وكان يعني نتيجه مهمه جدا ان انت تاخد الثلاثه بونت دول، كان هيخليك تبقى متصدر الدوري وتبقى فارق عن اليوفي بنقطتين، فكان هيفرقوا معاك جامد جدا. ولكن انت دلوقتي اديت فرصه لنابولي ان هم اللي يتصدروا الدوري، ويبقى انت واليوفي بثمان نقط في المركز الثاني والثالث. يعني فانتر مفيش مشكله، لسه الدوري طويل الدوري الايطالي، ولسه الكلام كتير في الدوري الايطالي. لو جينا بقى الاتليتيكو، فالفاريز سجل النهارده وكلاجر كمان سجل، فصفقتين من الصفقات الجديده بيسجلوا وبيعملوا اداء مميز مع اتلتيكو مدريد اللي بيكسب 3-0 النهارده. فيعني لسه اتلتيكو مدريد انا يعني متوقع له حاجه جامده جدا السنه دي، بس لسه اللعيبه دي تتجانس مع بعض ويفهموا طريقه لعب سيميوني، هيبقوا فارقين جدا. دي كده كانت حلقه النهارده اتكلمنا فيها عن اهم ماتشات الحد، وطبعا انتظروا بقى ماتشات الشامبيونز ليج، ويعني هيبقى في بقى ضرب نار في الشامبيونز ليج ومتوشه مهمه جدا، وطبعا ان شاء الله هنعمل لهم حلقات خاصه. فعشان كده لازم ان انت تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، بشكركم جدا وسلام.